النهارده إن شاء الله هاعرّفك إزاي تفعّل المنتدى في قناتك، وطبعًا مش عايز أقول لك أنا قناتي أقل من 500 مشترك، وقدرت بعد فضل الله أفعّل فيها المنتدى، وكمان الأهم من كل ده إن هاعرّفك إزاي تفعّل المنتدى عن طريق التليفون مش الكمبيوتر، لإن أغلب المستخدمين أو أغلب المشاهدين اللي بيتفرّجوا عليَّ لمّا باخش في إحصائيات القناة عندي بالاقيهم أغلبهم بيستخدم التليفون مش الكمبيوتر، فإن شاء الله النهارده هاعرّفك إزاي تفعّل المنتدى. وبرضه عايز أقول لك على حاجة قبل ما أعرّفك الطريقة ببساطة شديدة إزاي تفعيل المنتدى أو إزاي ييجي لك أو يوتيوب يبعت لك notification إن أنت تقدر تفعّل المنتدى في قناتك. ده ببساطة شديدة عن طريق خطوتين. أول حاجة إن أنت تكون عامل إثبات لملكية القناة ومفعّل إثبات الملكية المتقدمة، ودي ببساطة شديدة عشان تقدر تفعّلها تتفرّج على الحلقة اللي ظهرت لك دلوقتي دي حالًا، ودي علّمتك فيها إزاي بعد فضل الله تثبت ملكية القناة. وطبعًا إثبات ملكية القناة ده ببساطة شديدة هيفيدك في حاجات كتيرة جدًا، 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 يعني زي إنك مثلًا تقدر تعمل صورة مصغّرة للفيديوهات، تقدر مثلًا ترفع فيديوهات قصيرة كتيرة في اليوم، تقدر ترفع فيديو أكتر من ربع ساعة، تقدر تعمل حاجات كتيرة أوي في القناة، تفتح بثوث مباشرة، تعمل فيديوهات كتير، تعمل فيديوهات بثوث فيديوهات قصيرة، تبعت الفيديوهات القصيرة من الناس للفيديوهات الكبيرة، كل ده مش هيتم غير لمّا أنت تفعّل المميزات المتقدمة. دي حاجة، الحاجة التانية عشان يوتيوب بعد فضل الله سبحانه وتعالى يبعت لك ميزة المنتدى ببساطة شديدة لازم تكون عامل في قناتك حاجة مهمة جدًا، 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 وهي إن حضرتك ببساطة شديدة لازم تكون المشتركين اللي جُم لك ما يكونوش جُم عن طريق التبادل ولا عن طريق الشحاتة، لإني باشوف أغلبكم في الكومنتات بيقعد يكتب والنبي اللي هيتبادل معايا اشتراك هاتبادل معاه ب20 اشتراك، الكلام ده يوتيوب بيرفضه تمامًا، وببساطة شديدة بيأخّر من إرسال دعوات انضمامكم للمنتدى. فلو أنت بتعمل الحركات دي فُكّك من الكلام ده، واهتم بتنزيل المحتوى، واهتم إنك تطلّع المحتوى بصورة شكلها حلو وشكلها قوي، أو بمعنى أصح المشتركين دول جُم عن طريق المحتوى وحابين محتواك وبيتفاعلوا مع الفيديوهات اللي بتنزّلها، بعد فضل الله بيتم إرسال قبولك في العضويات. فمعلش لو رغيت كتير نكمّل بس الفيديو. كل اللي على حضرتك عشان تقدر تفعّل عندك ميزة المنتدى بتخش على برنامج اليوتيوب عندك في التليفون، وتيجي كده أهو على كلمة المنشورات وتنزل كده أهو، هتلاقي حضرتك يوتيوب هو اللي بيكون باعت لك notification يقول لك فيها تفعيل المنتدى في قناتي، تقوم دايس عليها. تمام، فبيقول لك حضرتك يمكن الآن للمشاهدين إن هم يقدروا يشاركوا المنشورات بتاعتهم، يقدروا يتواصلوا مع بعضيهم أساسًا في نفس المكان ده. تمام، وبرضه في نفس الوقت المنتدى ده هيزود عندك التفاعل جدًا، جدًا، جدًا. هنقول له الانتقال إلى المنتدى، سيبها براحتها خالص، تاخد لها دقيقة، تاخد لها دقيقتين، تاخد الوقت اللي هي عايزاه براحة راحتها. تمام، بس نصبر بس أهم حاجة، وفي وقت الصبر ده عايزك تصلي على النبي وتذكر ربنا. تمام، دلوقتي كده تم تفعيل المنتدى في ثواني. كل اللي عليّا هادوس على إعدادات المنتدى، أهم حاجة ببساطة شديدة كلمة منشورات المشاهدين دي تدوس عليها وتدوس على كلمة مفعلة بس ثواني. تمام، هتدوس على الإشراف على المنشورات وتختار بدل كلمة أساسي تختار منع مشاركة جميع المنشورات إلى أن تتم مراجعتها. طيب ليه هندوس الأوبشن ده؟ لأن ببساطة شديدة ممكن واحد من المستخدمين ينشر حاجة أنت مش عايزها تتنشر عندك، يعني مثلًا ينشر حاجة ما لهاش علاقة بالمحتوى، أنا مثلًا راجل باقدّم إزاي يا جماعة تنجح في اليوتيوب، إزاي أنت كمنشئ محتوى تنجح، من الآخر إحنا كلنا منشئين محتوى في الأغلب عندي في القناة عايزين يتطوروا في صناعة المحتوى ويبقوا يوتيوبرز ناجحين وعندهم معلومات كافية بصناعة المحتوى، أنا ما ينفعش ييجي واحد في المنتدى ينشر لي حاجة عن الطبخ. أنت فاهم الفكرة؟ فأنا ببساطة شديدة بوست زي ده أو منشور زي ده طبعًا تلقائيًا هيتم رفضه. تمام، هندوس هنا أهو، ده كده أول option. تمام، لازم تفعّله. هنيجي من هنا أهو تاني ننزل تحت المستخدمون الذين يمكنهم النشر. دول ببساطة شديدة أنا أقدر أخلّي يوتيوب يخلّي الناس اللي تعلّق في المنتدى يا إما مشتركين عندي في القناة بقى لهم يوم، تمام، فأنا أقدر أخلّي الناس اللي تعلّق في المنتدى دول ببساطة شديدة الناس اللي هي مثلًا مشتركة بقى لها يوم، وأقدر برضه في نفس الوقت إني أدوس هنا أهو وأخلّي الناس اللي تعلّق في المنتدى اللي مشتركين بقى لهم أسبوع، فده ليك حرية الاختيار، تخلّي اللي يقدر يعلّق يوم أو أسبوع براحة راحتك، شوف اللي أنت عايزه. فأنا بس فهّمتك المعنى، أنت ببساطة شديدة اللي هينشر على المنتدى اللي اشترك في قناتك بقى له يوم والّا اللي بقى له أسبوع، أنا من وجهة نظري خلّيها اللي بقى له يوم ما فيش مشكلة، المهم إن هو هينشر الحاجات اللي أنت
ببساطة شديدة تخُص المحتوى بتاعك طبعًا في نطاق الاحترام والأدب طبعًا أكيد يعني قبل أي حاجة. تمام، بعد كده بعد ما نخلّص هنا أهو نقوم دايسين حفظ. زي ما أنت ما شايف ببساطة شديدة كده إحنا فعّلنا المنتدى عن طريق التليفون بسهولة كاملة جدًا، 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 وهنصبر بس شوية. يعني هي بس لو جات تحميلات كده اصبر شوية عليها. تمام، وأقدر برضه أضيف منشور ترحيبي وأكتب مثلًا يا جماعة، أكتب هنا أهو إنشاء منشور وأقول يا جماعة أهلًا بيكم في قناة محمد علاء المرجع الأول لمنشئ المحتوى، وأحب أن أخبركم أنه قد تم تفعيل المنتدى في القناة، وشكرا لكم. تمام، ده بوست أكتر من كافي. ممكن أحط مثلا إيموجي قلب في الآخر ونعمل إنشاء مشاركة، وكده ببساطة شديدة إحنا نشرنا في المنتدى. شكرا كتير لكم، ونكمل الشرح على الكمبيوتر أو نرجع للفيس كام بتاعنا. السلام عليكم. وبالمناسبة بعد تفعيل المنتدى في القناة بتاعتكم ببساطة شديدة لما تيجي تخش على الصفحة الرئيسية في القناة هتلاقي تحت كلمة إدارة الفيديوهات الانتقال إلى المنتدى. بمجرد ما أنت حضرتك تدوس عليها أهلا بيك، تم تفعيل المنتدى بنجاح في القناة. وطبعا في المنتدى بيظهر البوستات أو المنشورات اللي أنت رفعتها أصلا، وفي نفس الوقت بيظهر المنشورات بتاعة المستخدمين أو المشاهدين أو إخواتنا اللي موجودين في القناة. وطبعا كانت عرفت إزاي تفعل المنتدى في قناتك. نيجي بقى للسؤال المهم. طبعا المنتدى ده بقى بتاعنا كلنا، يعني انت تقدر كمشاهد تقدر تخش تكتب جوه اي حاجه. بس ركز كويس قوي في الرساله اللي ظهرت لك دي دلوقتي لما هتيجي تعلق في اي منتدى يخص اي يوتيوبر. لازم ببساطه شديده الرساله او البوست اللي هتكتبه في المنتدى ده اول حاجه يكون ملتزم بارشادات وسياسات اليوتيوب. يعني انت لو دخلت شتمت او دخلت قلت حاجه مش كويسه، ببساطه شديده اقدر انا كمنشئ محتوى اعمل ابلاغ على التعليق بتاعك، وببساطه شديده ممكن يوتيوب لو انت عندك قناه يقفلها لك او يحذفك خالص او يعمل لك بلوك من اي منتدى وما تقدرش تخش تعلق نهائي. فلازم تلتزم الاحترام، دي اهم حاجه. الحاجه الثانيه، انت دلوقتي بتخش القناه طبخ، يبقى لازم المنتدى اللي انت داخله تتكلم عن الطبخ. انا مثلا كواحد بهتم بتعليم صناع المحتوى ازاي يعملوا محتوى قوي ومحتواهم يكون دسم وحلو جدا، فما ينفعش تخش عندي تكتب كيفيه عمل المحشي يا جماعه. معلش انا اسف، الناس اللي عندي في القناه مش هيفيدوك بحاجه، لان احنا بنتكلم وبنخاطب منشئين المحتوى. فبالتالي انت مثلا هتخش مثلا في المنتدى تتكلم على ادسنس، تتكلم على كيفيه تفعيل الربح من اليوتيوب، تسالني سؤال مش عارف ايه يخص صناعه المحتوى. انما انت دلوقتي ما تخشليش تكتب لي يا محمد ازاي نعمل محشي بالكرنب، انا مش هفهم، وبالتالي طبعا البوست بتاعك هيتم رفضه. فهمت الفكره؟ فحته تفعيل المنتدى دي هي حلوه ووحشه بنفس الوقت. حلوه ان هي هتزود التفاعل في القناه، وفي نفس الوقت هترفع من رانك القناه بصوره قويه جدا. لكن الوحش فيها لما انت تستخدمها غلط، تخش تشتم في منشئين المحتوى وتخش تكتب كلام لا يعني كلام لا يصح ان هو يتكتب، وشتايم واخر قله ادب. ببساطه شديده انا كمنشئ محتوى هعمل عليك ابلاغ، يوتيوب هياخد معاك اجراء مش هيعجبك خالص. فدمتم في امان الله ورعايته. ولو عندكم اي سؤال يخص صناعه المحتوى اكتبوا لي تحت في الكومنتات. السلام عليكم، باي باي.